خطأ إن الأبناء يخضعوا لضغط الأهل سواء كان ولد أو بنت، إنه يقبل الزيجة دي وإنه يقول هي ضغطت عليا أو بابا ضغط عليا، أو مثلا يتقال له أنا مش هبقى راضي عنك لا دنيا ولا آخرة، وحضرتك عارفة الكلام اللي بيتقال، أو هحرمك مثلا لو كان بيشتغل مع أبوه أنا هحرمك مثلا من الدخل اللي بيدخل لك، هحرمك من الميراث، مش عارف. في ضغوطات بتبقى موجودة حوالين الأبناء، البعض بيرضخ ليها. هل من الخطأ الرضوخ للضغوط النفسية أو المعنوية والمادية؟ وأنا هذا الجواب على هذا السؤال هو نجي للسؤال الأساسي أساسا. نحن قلنا الأبناء اليوم والآباء ما بيعرفوا إنه في حدود لهذا الكلام، إنه اليوم إني أنا أضغط على أبنائي أنا أدخل في مساحة من الإثم. يعني خاف الإنسان يدخل في مساحة من الإثم لأنه قاعد يضطر ولد ولا أبنائه إنه يضغط عليهم ويبتزهم، خلينا نقول، حتى يرضخوا للقرار الذي هو يريده. فإذا هل هو خطأ؟ يعتمد يعني إيش نوع الأبناء أو شخصياتهم. هل هو مثلا شخصياتهم ضعيفة لدرجة أن هم ما عندهم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة في هذه الحياة مثلا؟ إذا كانوا هذا النوع من الأبناء وكان الأب أو الأم عندهم من الحكمة والرأي السديد أنهم يستخدموا سلطتهم الأبوية في توجيه أبنائهم للمسار الصحيح، فهيكون شيء جيد. لكن إذا كان الابن واعي وعارف إيش يبغى وإيش يحتاج في الزواج هذا كله في الزوجة وصفاتها، والأبوين الآن تدخلهم تدخل اللي هو الضغط والابتزاز، هنا حيكون عدم الرضوخ لهم أفضل من الرضوخ. لأنه إذا رضخ لهم في النتيجة الزواج هذا ربما يفشل، يعني هذا احتمال كبير، أو يكون الزواج ده مبني على ضغوطات كثيرة جدا، لأنه ما حد حيستفيد، لن يكون هناك رابح. لأنه طالما الابن تم الضغط عليه وابتزازه حتى يتزوج، فهو راح ينعكس الغضب اللي عنده على زوجته وأبنائه وبعدين على والديه كمان يعني. فهنا إذا مسألة القبول والرفض هي تعتمد على شخصية الابن وقدرته على التعامل مع هذه الضغوط. لكن المفروض أنه الوالدين يتقوا الله سبحانه وتعالى في أبنائهم وما يدخلوهم هذا المدخل الحرج أو يضعون في هذه النقطة الصعبة جدا في أنهم يضغطوا عليهم أو يخيروهم خيارات لن ترضيهم ولن ترضي أحد أساسا.